عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. أول حاجة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، أنتم في عالم دجلة النور ومن نرجي معتوق أحييكم. أم، أكيد. فما فيكم شكون شاف الفيديوهات قديمة، كنت وريتكم طريقة كيفاش نطريو الدجلة وكذا، وقلت لكم راني باش نعمل بها، مش راني باش نطبقها في إشكال أكبر شوية. هزيت دقلة كيما قلت لكم متوسطة، مش طيارة ياسر. الحق المرة هذه غسلتها لا نشفتها لا حتى شيء، غسلتها حطيتها في صندوق. غطيت عليها باك البلاستيك الغذائي، ثم ثقلتها وخليتها في الشمس. وفي الواقع معناتها خليتها في الشمس مدة 3 أيام، نسيتها يعني. بعد هيك فجأة تذكرتها اللي هي محطوطة، مشيت جبتها. تشوفوا كيما شفتوا تشوفوا فيها كيفني لقيت فيها طلعت معناتها وكل. وليت حطيتها في علب، معناها شاحت، وحتى تحس معناها كي لابسة الجواندوات ولات تتلصق يعني في يديا، يعني معسلة. دونك قعدت نرسي فيها كيما كي كرسها فيها في البواتات. آه كل بوات تهز 600 جرام سكر عليها، وحطيت نخزن فيهم في الفريجدير على تمبيراتور عادية بوزيتيف، يعني مش في درجة حرارة أقل من، مش في كونجيلاتور، يعني في الفريجدير عادي. في نفس الوقت حبيت نعطيكم شوية ملاحظات عليها. آه كنت أعطيتكم ملاحظات، اللي يحب يرجع للفيديو ويشوفها. كنت أعطيتكم ملاحظة، قلت لكم راهو الدجلة ثم اللي تطرى برشا وفما اللي ما تطراش برشا، على حسب درجة الرطوبة إنيسيالمون، يعني في البداية كيفاش كانت. أني المرة هذي كي حطيت جربت قلت لكم هما كيف صحيح. لكن درجة توزع المياه يمكن ما كانتش كيف وليت غسلت وكهو، وليت ما عادش نوجع في راسي هاو رشرش وهاو كذا. زيد خدمتها من غير بسباس ومن غير رند وكل، يعني حبيت نتأكد من دور البسباس كان بالحق منكه وعطى نكهة بنينة برشا. لكن حتى بالطريقة هذه لقيتها راهي ماهيش كل حاجة. معناتها حاجة تنفع، فهمت؟ شوف كيفاش غسلتها غسيل يعني تقريبا. تلفت بعد ما كملت هذايا، عندي ستال اخر زيت حاطة فيه الدقلة. غسلته ما تلهيتش حتى باش نثقله، يعني فهمت؟ نفس الكمية ولا أكثر شوية من هكا. وليت حطيت زدت خرجت منه لقيتها شربت زادة. وليت هزيت منه كعبات اللي لقيتهم طراو، واللي لقيتهم ناقصين طراو، يعني خاطر ما حطيتهمش في الشمس. وليت خلطتهم مع بعضهم، لميتهم في بعضهم وتملاه الصندوق هذايا كامل. دونك كي حطيتهم مع بعضهم تو عندهم زاد 3 أيام في الشمس. 3 أيام أخرين قلت نمشي نشوف النتيجة متاعهم. اليوم إن شاء الله نكمل نعبيه ونوريكم في الفيديو، معناتها نوريكم النتيجة متاعو كيف انها. باش تكون على خاطر معناتها لقيتها بصراحة طريقة سمحة وفعالة. يعطي الصحة عديت لي اللي عديت لي الفيديو أول مرة قالت لي شوف كيفاش يعملوا في منطقة من المناطق في دولة من الدول، يعني حسيتها دولة خليج خاطر ما قالتش على اسم البلاد اللي هي فيها. وفي نفس الوقت معناتها فرحانة إني جربت الفكرة، وديجا قاعدة نخبي كيما هكا. للتذكير، هو كما قلت لكم راهو احنا عنا مقاسم فلاحية في مشروع رجيم معتوق. مشروع رجيم معتوق هو مشروع رئاسي بدأ في ثمانينات القرن الماضي. بدأ الإنشاء متاعو، هي صحراء ممتدة في الحدود مع الجزائر. معناتها من جهة واتسوف ودور الماء وطلب العربي في المناطق هذيك يعني.
دونك بدات الفكرة انهم يخدموا مشروع ضخم كبير. زرعوا 3000 هكتار نخل يعني دقلة نور. وكان مشروع هام. صارت على إثره معناتها implantation d'une population يعني فما ولات ثم سكن ولات ثم عباد ولات ثم وحاليا ولات معتمدية يعني بعد 30 سنة تقريبا من بداية غراسة التمور ولات معتمدية. فيها معناتها مرافق أساسية وفيها منتجات معناتها اللي هو المنتج الأساسي اللي هو دقلة النور. لكن ما يميز رجيماتوك هو قسوة المناخ بصفة كبيرة جدا. يعني المناخ قاسي جدا يعني سخانة وصلت عنا سنيف 60 وأكثر، وفي الشمس وصلت حتى 75 درجة في الشمس في القويل معناها في الصحراء بالباهي معناها سخانة. والسخانة هذه أثرت ياسر على جودة التمور. من ناحية الرطوبة متاعها مش من ناحية المذاق، بالعكس في المذاق عطتنا مذاق رائع جدا وبنين برشا. لكن الهوميديتي نحاولوا ديما نشوفوا لها حل، سواء بالتحويل خاصة انه مثلا سكر الدقلة ما نسحقوش ان نعملو دقلة طرية، بالعكس نخدمو بالدقلة الجافة. اذا والا في الاستهلاك المباشر يعني بالنسبة للدقلة برشا ناس تحب المطعم متاعها وكل شي. دونك هذه هي الطريقة باش نحاولوا نعطيوها شوية رطوبة ونتمتعوا في نفس الوقت بالمذاق اللذيذ متاعها. إذا كما تشوفوا هذه هي النتيجة النهائية للطريقة اللي حضرت بها الدقلة. وفي الواقع بعد معناتها مباشرة كنت التحقت بمعرض دوس، وحبيت نعدي لكم فيديو فيها الأجواء متاع المعرض، لكن فضلت إني نعديه لكم توا خاطر ما صورتش برشا بصراحة معناتها بحكم ضغط الخدمة وكل. نخليكم شوية مع صور المعرض وإلى فيديو قادم وبسلامة.